بناء على معلومات واردة إلى فرقة الدرك الوطني بمسرقين كتيبة السينيا، والتي تفيد بوجود ورشة سرية لإنتاج وتعليب مواد استهلاكية ومشروبات غير غازية، وبعد التحقق من المعلومة واستيفاء جميع الإجراءات القانونية تمت مداهمة هذه الورشة الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بمسرقين برفقة ممثلين عن مديرية التجارة وممثلين عن لجنة الصحة وبحضور فرقة حماية البيئة. بعد مراقبة وتفتيش الورشة تمت معاينة وحجز ما يلي: آلتين للتحميص، معدات تستعمل للتوظيف وإنشاء مادة الشيبس، بالإضافة إلى معاينة كمية معتبرة من الفول السوداني المحمص والمعلب منتهي الصلاحية، مشروبات غير غازية منتهية الصلاحية، 25 كيس من الذرة المنفوخة، 55 وحدة بيج 04 منتهية الصلاحية، 41 كيس من مادة المايس، 425 قارورة من نبراس شربات بكل السعات، بحيث رفعت ضد صاحب الورشة المخالفات التالية: جنحة الغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان مخصصة للاستهلاك، جنحة محاولة خداع المستهلك، جنحة عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، جنحة عدم امتلاك رخصة منشأة مصنفة. تم إنجاز ملف القضية وتقديم المعني أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة السينيا.